في ايه حتت في المانيا ممكن اروحها. كان عندي ندم مش طبيعي، مدينه يعني رايقه جدا جدا جدا، كان بجد كان طعمه مش طبيعي، طعمه خيالي. الهايلايت كانت الهايك اللي عملتها، سلطه البطاطس خياليه. المكان الكواليتي بتاعته بتقل او بتزيد according to الديزرت بتاعه حلو ولا مش حلو. مساء الخير، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا المفضل. وصلت هنا ازاي؟ للأول مرة يتفرج علينا في سلسلة الفيديوهات دي، أنا عمر بحكي عن رحلتي في ألمانيا من ساعة ما وصلت في أكتوبر 2024 ومكملين. يعني كده كده أنا كنت ناوي أحكي أول سنة، وبعدين الوقت بيعدي وحاجات تانية بتحصل، فبنحكي حاجات يعني as they go. كل ما بنكمل فبنحكي حاجات بتحصل معانا في الابديتس يعني المتواصلة معانا. المرة اللي فاتت حكينا عن الفترة اللي أنا قضيتها في رمضان وأنا في ألمانيا، أول مرة في حياتي أقضي رمضان في ألمانيا. وتعاملت مع الموضوع إزاي، وأول شغل اشتغلته. برضه هسيب لكم الحلقة، المفروض تظهر هنا في حتة فوقية كده هنا أو حاجة كده يعني. أول شغل اشتغلته كان إيه، و in general البروسيس بتاعت انه ازاي ممكن اشتغل شغلانه معينه للطلبه في المانيا، برضو لو حد حابب يعرف ازاي. الكلام ده اتكلمنا فيه الحلقه اللي فاتت. بصراحه انا في اخر فتره في رمضان، يعني بعد ما رجعت من عند نحاس صديقي من فرايبورج ورجعت كامنتس، حسيت ان انا عايز اعمل حاجه، اكتيفيتي، اعمل حاجه جديده. وفي نفس الوقت انا ما كنتش لسه معايا الاقامه، كان معايا الباسبور بس الباسبور فاضي، فانا ما ينفعش اخرج بره المانيا. فكنت محتاج افضل جوه المانيا ولكن اعمل حاجه فن، حاجه جديده ما عملتهاش قبل كده. والمشكله ساعتها انه معظم اصدقائي لو ما كانش كلهم سافروا مصر، لانه ده وقت طبيعي يعني رمضان والعيد، معظم الناس بتسافر مصر. فانا تقريبا كنت انا هنا الوحيد اللي في المانيا يعني. فبعد ما رجعت من فرايبورج وانا هنا في اخر كام يوم في رمضان، فقلت طيب انا في ايه حتت في المانيا ممكن اروحها. اولا في ميونخ، بس ميونخ غاليه، مشكلتها ان انا عشان اقعد في حاجه رخيصه لازم يبقى هوستل، اي حاجه اوتيل هتبقى غاليه. والهوستل ده لما حد بيبقى رايح لوحده، هي اللي ما يعرفش بتبقى زي اوضه كده، هو بيبقى اوتيل بس بيبقى اوضه فيها مثلا 4 سراير، وناس ما تعرفهاش بايتين معاك في نفس الاوضه بنفس السرير. حاجتك بتقفل عليها عادي، مش حدش هيسرقك، بس هتبات مع ناس انت ما تعرفهاش. فدي حاجه مش لطيفه يعني. فانا كنت عايز اشوف حاجه يكون في اوتيل، بس اوتيل رخيص يعني، يبقى افوردبل، ما بقاش دفعت كتير بصراحه. يعني برضو في الاول وفي الاخر انا ما طلعتش بره المانيا يعني، فمش عايز ادفع كتير. وفي نفس الوقت عايز يبقى في فرصه اعمل كذا اكتيفيتي. فعملت ايه؟ دخلت بصيت لقيت ان فرانكفورت حواليها كذا مدينة حلوة، وفي نفس الوقت مدينة يعني فرانكفورت نفسها مدينة مركزية وناحية غرب ألمانيا برضو. لما كنت رحت فرايبورج كنت لقيت ان هي فعلا في مدن كتير حلوة حوالين الحتة دي، بس انا ما كنتش شفتها. فطيب قررت ايه بقى؟ دخلت بصيت على الحاجات، المدن اللي حوالين فرانكفورت، ولقيت كذا مدينة. لقيت غير فرانكفورت نفسها، لقيت مانهايم، هايدلبرج، ماينز، وكان في كمان حاجة تانية بس أنا مش فاكرها دلوقتي. كان في دارمشتات. دارمشتات دي برضو مدينة تعتبر يعني أقل من ساعة من فرانكفورت، نص ساعة مثلا. فدي المدن اللي أنا قلت طيب ممكن أروح المدن دي، بس ما كنتش محدد بصراحة إنه في اليوم الفلاني واليوم الفلاني وهكذا هعمل إيه. بس قلت إيه، خلاص أنا هحجز 4 ليالي في فرانكفورت وقت العيد، يعني اللي هو الكام يوم بتوع العيد، العيد الصغير. وقد كان، وحجزت ال4 ايام في فرانكفورت في اوتيل رخيص. وميزه فرانكفورت والمدن الكبيره عامه ان هي بيبقى فيها فرايتي اوتيلات كتير، فبيبقى فيها حاجات رخيصه حاجات غاليه. وفي نفس الوقت انا ما كنتش بدور على حاجه فظيعه يعني، ولا ريتنج عالي قوي يعني، كنت بقى حاجه تكون مقبوله ونظيفه وموقعها مش وحش قوي بالنسبه للترانسبورتيشن وكده. ولقيت الحمد لله، وكانت حاجه رخيصه، اوتيل رخيص وزي الفل. وحجزت برضو قطر واتجهت الى فرانكفورت. التاريخ كان بالظبط؟ كان اعتقد 1 ابريل. قبل ما اسافر اروح فرانكفورت انا كنت حاجز التذاكر دي من حاجه و20 مارس، يعني اوائل عشرينات مارس، 22 23 مارس حاجه كده يعني. بعد ما حجزتها بكام يوم كان عندي ندم مش طبيعي بجد يعني. انا مع ان انا ما كنتش دافع كتير، بس ندمت ندم كبير جدا. قلت ايه ده، هو ايه اللي انا عملته ده؟ هو انا صرفت في ايه؟ هل ده يستاهل ان أنا اصرف فيه؟ طب انا ما انا هروح لوحدي. طب ما انا مش عارف ايه.
قعدت افكر كتير بقى في الموضوع، وهل انا عملت قرار الصح؟ طب مش عارف. بس المشكله مش المشكله يعني، بالعكس هي طلعت الحاجه كويسه. بس وانا بفكر ساعتها، اللي انا حجزته الاوتيل ده ما ينفعش اكنسله، حتى القطر اعتقد كنت حجزته برضو، والقطر ما ينفعش يتكنسل. فهي ساعتها خلاص يبقى كده مش هينفع، خلاص انا هروح وخلاص ان شاء الله اتبسط وبتاع. بس انا بجد كنت ندمان جدا، وضميري كان مأنبني جدا ان انا صرفت الفلوس دي، وحسيت ان انا لا طب ما وبعدين لا ما كان قرار غلط، طب كنت حوشتهم، طب مش عارف ايه وهكذا. الصراحة اللي انا ما كنتش مستوعبه ساعتها او ما كنتش متخيله، انه غير ان الرحلة دي من احلى الرحلات اللي انا رحتها، بس هي كانت برضو بداية ان انا اصور فيديوهات، وان انا اكتشف اصلا ان دي حاجة انا بحبها جدا. هحط لكم برضو فيديوهات لفرانكفورت ولبقية المدن برضو. اول حاجة لما رحت فرانكفورت، هي مدينة مش شرط تكون حلوة بمعنى حلوة، هي مدينة فيها حاجات بس الحاجات دي بتخلص في يوم. عشان كده انا كنت مجرد واخدها كأن انا قاعد فيها، وكل يوم كنت بروح حتة غير اول يوم. فاول يوم رحت قعدت استكشف شوية، فيها شوية معالم لطيفة، فيها برضو الحاجات اللذيذة ان فيها انواع اكل كتير جدا، فيها اكل ايطالي، فيها اكل تركي، فيها اكل يعني من جميع الانواع. وحاجة كمان لذيذة جدا في الموضوع ده، في العيد احنا كان اول يوم عيد او تاني يوم عيد حاجة كده مش متأكد بالظبط، بس انا كنت قضيت رمضان كله وانا ما جربتش اي حلويات شاميه من اي نوع. لقيت واحد، قعدت ادور على جوجل مابس، وبعدين لقيت واحد بيعمل حلويات عربيه في فرانكفورت، فرحت اكتشفت بقى هناك ان هو ما بياخدش غير كاش، وانا ما كانش معايا كاش خالص. وحاجه يعني سريعه كده، ان انا الكارت بتاعي كنت دخلت الباسورد بتاعه غلط 3 مرات، فمش عارف اسحب فلوس. ممكن ادفع بيه عامه لان انا بستخدم ابل باي، فابل باي مش بيحتاج باسورد، لكن ما ينفعش ادفع بيه ككارت لان انا مش فاكر الباسورد بتاعته، وما ينفعش اسحب منه فلوس. فيعني المهم ما كانش معايا كاش. فبعدين طلبت كذا وكذا، وبعدين الراجل بيقول لي لا ايه ده احنا معناش غير كاش. فقلت له طب خلاص لا مش مشكله، خلاص مش هاخد الاوردر. فكان في واحد هناك فلسطيني، انا مش عارف هو صاحب المحل او صاحب الناس اللي بيشتغلوا في المحل او حاجه كده يعني. فصمم يعني، انا قعدت اقول له وبتاع وخلاص مش مشكله ومش عارف ايه، وبجد صمم ان انا لازم اخد الحاجه اللي انا كنت طالبها. فيعني ربنا يخليه، انا حتى مش فاكر، انا مش ما اعتقدش ان انا سالته اسمه ايه او هو يعني، ولا هو سالني اسمي ايه ولا اي حاجه. هو قال لي كل سنه وانت طيب وخد الحاجه وبتاع ولازم وبتاع ومش عارف ايه. المفروض دي كنافه اللي هي اول واحده من ناحيتي، وبعد كده دي بسبوسه او يعني هريسه ايكوفالنت للبسبوسه، ودي حاجه ثالثه انا مش فاكر هي ايه، بس يعني حلويات عربيه اما نشوف. دي بقى بسبوسه وعليها مكسرات. يا جدعان والله العظيم الحلويات السورية دي يعني فاتنا كتير والله. بعد كده بقى انا كنت كل يوم بالليل بشوف انا هروح ايه تاني يوم، فبقعد حرفيا كنت بعمل ايه بالظبط كده، بفتح تريب ادفايزر وبعدين اشوف ايه المعالم اللي موجوده في المدينه الفلانيه. اول مدينه رحتها كانت مانهايم، لانه كمان يعني اللي انا سمعته عنها ان هي مدينه حلوه، بس هي ما كنتش اعرف عنها قوي معلومات يعني. وفي نفس الوقت كانت برضو من الحاجات اللي لقيتها على جوجل مابس او على تريب ادفايزر، يعني فيها معالم مش وحشه، فيها برضو حاجات يعني زي مطاعم اكل، فيها حاجات مطاعم للفطار او للبرانش، حاجات زي كده الواحد ممكن يجربها. وكانت قريبه كمان، هي فرق هي ساعه تقريبا يعني. دي الحته الفري بتاعت لويزن بارك، في حته هناك برضه هنروحها دلوقتي. هنا ناس بقى بتعمل all sorts of activities. الصراحة يعني الناس اللي عايشين في مانهايم لازم يجوا يقعدوا في كل بارك يوم. ده السايس يا اخوان. مدينه يعني رايقه جدا جدا جدا، هاديه جدا زياده عن اللزوم. وبرضو اللي انا فهمته ان هي مدينه فيها ناس اغنياء وفيها فلوس، يعني من الحتت الغنيه في المانيا عامه. انا اعتقد ما قعدتش في مانهايم كتير، فكان في نافوره كبيره كده ما كانتش شغاله، بس كان في باركس، كان في بارك كبير قوي رحته وكان حلو جدا، قعدته كانت حلوه جدا، والجو كان حلو قوي بصراحه. وكمان الهايلايت في موضوع في مانهايم ده بقى البرانش اللي قلت لكم عليه. كان في مطعم بيعمل برانش، انا اصلا كنت رايح عشان حاجه، وبعدين كلت حاجه ثانيه خالص. انا لقيت بانكيكس كويس، كان شكلها حلوه جدا البانكيكس بتاعته، فانا قلت هو ده خلاص انا هروح اكل البانكيكس بتاعته وبتاع. رحت ما لقيتهاش،
بس لقيت ايه بقى، لقيت حاجه تانية، فرنش توست، اعتقد كان فرنش توست. ده اعتقد هو ده احلى حاجه عندهم في المنيو حاليا. شكله ده فرنش توست عامه، بس هو مختلف شويه وفي كريم هنا، مش عارف دي ايه. حط في الصوص ونجرب. حلوة قوي، حلوة قوي قوي. مهزة. كان بجد كان طعمه مش طبيعي، طعمه خيالي يعني من احلى الديزرتس اللي انا اكلتها من ساعه ما جيت المانيا، بجد مش هزار. فده كان هايلايت كده كده. كنت كلت بعديها غدا في حاجه كده بتاع هيلثي كده، بس كان اي كلام يعني، مش ما عجبنيش يعني. ولفيت شويه في المدينه، اتمشيت شويه، فيها تمشيه كتير جدا جدا جدا، والفايب بتاع الناس كانت بتجري في البارك، ناس كانت بتعمل، يعني هي روقان 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 يعني. وبصراحه برضو انا الرحله دي انا ما كنتش طالع بيها باي اكسبكتيشنز، فما كنتش يعني انا رايح مانهايم انا مش عايز اتبسط اوفر ولا اعمل مش عارف ايه في مانهايم، انا عايز اشوف مانهايم فيها ايه، خلصت اللي فيها هروح مفيش مشكله. كل المدن اللي انا رحتها والرحله دي بالذات كنت رايحها بفيري فيري لو اكسبكتيشنز، اللي هو انا مجرد هروح وهكتشف. ودي الحاجه بصراحه اللي انا بحبها لما بروح اي حته لوحدي، ان انا ما بعملش بلاننج قوي علشان ما احسش ان انا الرحله دي انا لازم اعمل حاجات كتير قوي يا اما مش هتبسط. وفي نفس الوقت فكره ان انا مسافر لوحدي دي كمان بتخلي ان انت مفيش اي ضغط عليك من اي نوع ان انت تعمل اي حاجه. مع احترامي لجميع اصدقائي اللي انا سافرت معاهم، السفر معاكم حلو وجميل جدا وبجد بتبسط اكتر بكتير جدا من لوحدي، ده فور شور. وده حاجه وده حاجه. بس البني ادم لما بيسافر لوحده او لما بيعمل اي نوع من الاكتيفيتي لوحده، ودي حاجه مش كتير مننا متعود عليها بس محتاجين نتعود عليها اكتر، فالبني ادم بيبقى عنده ديجري اوف حريه انه ممكن تعمل اي حاجه انت عايزها. ودي بالنسبه للناس ممكن تبقى مش حاجه حلوه، بس هي اكشلي هي كده كده هي اكيد هتبقى حاجه حلوه لو انت اكتشفتها صح واديتها حقها، ولو انت embraced يعني لو انت حاولت تبص على الحاجه الحلوه اللي فيها، انه انا حر اعمل اي حاجه انا عايزها، ممكن ما اعملش حاجه، ممكن اعمل حاجه كتير، ممكن اكل في الاكل ده او الاكل ده، او فاهمين قصدي؟ دي كانت الحاجه الحلوه في الرحله دي كلها بصراحه. وعشان كده زي ما بقول لكم انا ما كنتش مستني حاجه قوي اوفر يعني، او انبساط فظيع من اليوم بتاع مانهايم. اتبسطت جدا لما اكلت الفرنش توست وريلاكست جدا جدا طول اليوم وروحت. يوميها بالليل بقى قلت طيب انا دلوقتي النهارده ما عملتش اكتيفيتيز كتير وما تعبتش، فعايزين بقى حاجه يكون فيها فرهضه شويه، which is هايدلبرج. ممكن نطلع ميونخ شويه من الحسبان لان ميونخ مدينه كبيره قوي، لكن هايدلبرج هي احلى مدينه انا رحتها في المانيا لحد دلوقتي. هايدلبرج مدينه سياحيه بحت، ودي مش حاجه وحشه. ممكن حد يقول لك انه المدن السياحيه اوفر دي بتبقى مش حلوه وبتبقى زحمه قوي وبتبقى مفيش حاجه فيها جينيون بمعنى جينيون، بس في الوقت ده بالذات اعتقد ما كانش الزحمه ما كانتش رهيبه. وكمان هايدلبرج مش ناس كتير قوي عارفاها، يعني اللي عارفها الناس اللي حواليها اللي هم الناس اللي ساكنين مثلا على حدود المانيا مع فرنسا، الناس الالمان التانيين اللي ساكنين في مدن تانية جنبها او ساكنين في مدن ابعد شويه، بس هي مش معروفه وورلد وايد علشان تبقى وحشه كأن هي مدينه سياحيه يعني. كان في زي قلعه كده في نص القمه دي، يعني هو الجبل ده هو عامل كده جبل طالع عادي، في نصه في زي قلعه كده، تمام؟ قلعه قديمه برضو جدا واثريه ومعروفه جدا. وبعدين القلعه دي في النص بالظبط بتعدي عليها تشوفها، وبعدين تطلع بقى من الترام الخشبي ده للقمه بتاعت الجبل. وطبعا الهايلايت كانت الهايك اللي عملتها علشان اطلع عند الكونيكس شتول.
ده زي قمة جبل كده عالية قوي قوي قوي، يعني انا مش عارف اذا كان في حاجة اعلى منها ناتشرال في المانيا ولا لا. يعني في برج في فرانكفورت عالي جدا، بس في هايدلبرج اعتقد دي حاجة يعني مش عارف هي ناتشرال ولا لا بصراحة عشان ما افتيش يعني، بس هي قمة عالية جدا بتطلعها بترام كده معين قديم قوي قوي قوي. وهم بيحافظوا عليه، ترام خشب كده بتطلع وبتشوف الفيو تحتيك عامل ازاي وانت طالع، وبعدين بعد ما بتطلع بتشوف الفيو من فوق حلو جدا، وناس كتير قوي بتطلع وبتقعد في مطعم فوق. ايوه افتكرت دلوقتي افتكرت في مطعم فوق انا اكلت فيه احلى سلطه بطاطس كلتها في حياتي. بصوا يا جماعه، انا مش شخص مبالغ اطلاقا، يعني الناس اللي بتعمل فيديوهات ومش عارف ايه بتبالغ، انا بجد ما ببالغش خالص. لما ببقى باكل يعني لما ببقى جربت حاجه والحاجه دي بوصفها بوصف، فالوصف ده هو بالظبط اللي انا حسيت بيه في هذه الحاجه دي. فانا اكلت سلطه بطاطس خياليه، يعني انا مش عارف هي كان ايه الخيالي فيها اللي خلاها كده، بس هي كانت مش طبيعيه. وكمان الفيو بتاع وانا باكل السلطه، وهحطها لكم ان شاء الله، الاقيها واحطها لكم. فبعد ما خلصت بقى القمه والكلام ده كله والقلعه وكل ده، نزلت بقى نزلت اتمشى في المدينه، مجرد تمشيه. والفكره في التمشيه في هايدلبرج ان هي شوارعها حلوه جدا، ودي حاجه اصلا انا ما يعني الحاجات دي ما بتهمنيش قوي، والاركتكتشر ومش عارف ايه الحاجات دي في العادي ما بتهمنيش. بس انا يعني التفسير الوحيد ان انا كنت مبسوط وانا بمشي في الشارع، فده معناها انه الاركتكتشر بتاعت هايدلبرج حلوه يعني استاتيكالي بليزنج. ف كنت مبسوط وانا بمشي في الشارع، والناس كلها كانت مبسوطه، والجو كان حلو بجد. موضوع ان الجو كان حلو ده كمان كان فارق جدا يعني انا كنت لابس تيشيرت، دي كان تقريبا اول مره البس تيشيرت من 4-5 شهور مثلا، او ده اتليست يعني. لا، كانت اول مره البس تيشيرت اوت دور في المانيا. انا كنت سافرت المانيا اكتوبر، من اكتوبر لابريل ما لبستش تيشيرت ولا مره اوت دور يعني. بعد ما اتمشيت شويه عديت على كوبري اسمه ايه مش فاكر اسمه ايه، كوبري برضو عشان اوصل الناحيه الثانيه. كان في هايك تانية في هايدلبرج بس انا ما رحتهاش للاسف، قلت خلاص انا كنت يعني اتهديت من الهايك الاولانيه بتاعه الجبل. وبعدين عملت ايه، قعدت الف شويه في المدينه واستكشف. برضو كان في شارع كده فيه انواع اكل كتير، فكنت اكلت بطاطس مش عارف ايه كده كانت حلوه. وكان في محل شاورما، بس انا الصراحه قلت خلاص ما شاورما ايه بقى، ما محل الشاورما ده كان زي سلسله مطاعم، يعني هو حد معروف بالذات في الغرب، مش عارف موجود في الشرق ولا لا، او في برلين يمكن في برلين. بس هو يعني كان موجود انا فاكر، بس ما اكلتش منه. اعتقد ان انا اكلت ايس كريم حلو. وكمان من الحاجات اللذيذه برضو ان دايما وانت ماشي عمال تسمع لغات مختلفه، يعني تسمع عربي، ايطالي، فرنساوي، الماني، انجليزي، اسباني، يعني في دايفرستي مش طبيعيه هناك. وكمان الدايفرستي دي مش بس في السياح قد ما هي في الناس اللي موجودين، يعني في ناس كتير عايشين هناك من جنسيات مختلفه، لان هي كمان تعتبر في غرب المانيا. فالفرنسويين او الناس حتى من بلاد تانية يعني بيروحوا هناك يقعدوا هناك عادي برضو. ده كان تاني يوم. اخر يوم بقى رحت مدينه اسمها ماينز. يعني ما كانش فيها حاجه قوي بصراحه، يعني كلت بطاطس بالترافل باين حاجه، او بطاطس كان عليها ترافل متهيألي، كان عليها زي ترافل باودر كده، وجبنه كده. وكانت يعني المكان ده كان في وش اهم معلم في ماينز اعتقد يعني. ويعني قعدت اتمشى فيها شويه، برضو كلت ايس كريم. يعني اي حته انا بروحها لازم اكل ديزرت، ده كده 100%. بطاطس بقى ممكن يعني اوبشنال، بس لازم اكل ديزرت. يعني المكان الكواليتي بتاعته بتقل او بتزيد اكوردنج تو الديزرت بتاعه حلو ولا مش حلو، ده كده يعني. فيعني اكلت شويه حاجات كده بسيطه، وبعدين اتمشيت شويه في المدينه.
وكمان برضو الحاجة اللي انا فاكرها كويس جدا ان ده كان اليوم اللي انا صورت فيه اول فيديو، اللي هو فيديو انترودكشن، اللي هو هتلاقوه اول فيديو معمول له بين على البروفايل بتاعي على الانستجرام وعلى تيك توك. صورته في اليوم ده الانترودكشن بتاعي ككونتنت كريتور، ونزلته يعني ساعتها، وكان خلاص بقى كان هو ده البداية الاوفيشال للكارير بتاعي ككونتنت كريتور. الكارير بتاعي يعني. وبس كده، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. يعني كان خطتي ان انا ممكن اخش في حاجات اكتر شويه بعد بقى ما خلصت السفريه ومش عارف ايه، بس يعني ممكن اكتفي بهذا القدر عشان برضو نبقى عندنا فيديوهات اكتر وفي نفس الوقت الناس ما تزهقش. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم لما ينزل فيديوهات تانية يعني. برضو زي ما قلت لكم ما تنسوش تعملوا لي فولو تحت في على انستجرام وعلى تيك توك. بنزل فيديوهات ريلز مختلفة شوية عن الكونتنت بتاع اللي بنزله هنا، برضو حاجات لطيفة متنوعة ممكن تعجبكم. استنونا في الفيديو الجاي نتكلم بقى اكتر عن الفترة اللي انا كنت بشتغل فيها في الشغل اللي اتكلمنا عليه عن طريق الشفتات وهكذا، واشتغلت ايه وعملت ايه وكده، واول شغل بجد بقى اشتغلته في ألمانيا كموظف. احكي لكم عليه ان شاء الله من اول الحلقة الجاية. خلي بالكم من نفسكم، واشوفكم المرة الجاية فيديو جديد.